السلام عليكم. تعرض نادي مولودية البيض الجزائري اليوم الأربعاء 20 من ديسمبر لحادث مرور مميت أدى إلى وفاة حارس المرمى زكريا بوزيان ومساعد المدرب خالد مفتاح. وكانت حافلة فريق مولودية البيض متجهة اليوم الأربعاء إلى مدينة تيزي وزو لمواجهة صاحب الأرض بضيافة شبيبة القبائل بعد غد الجمعة ضمن الجولة 11 من الدوري الجزائري. ونشرت مصالح الدرك الوطني الجزائري عبر صفحتها الإعلامية للمرور في الفيسبوك طريقي بيانا أكدت فيه تعرض حافلة نادي مولودية البيض لحادث مرور مميت في الطريق الرابط بين مدينتي سوقر وسيدي عبد الغني بولاية تيارت أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 8 أشخاص. ومن جهته أكد عبد القادر دحماني رئيس نادي مولودية البيض وفاة الحارس زكريا بوزيان ومساعد المدرب خالد مفتاح مع وجود 4 لاعبين جرحى. وتحدثت تقارير إعلامية جزائرية عن نية الاتحاد الجزائري لكرة القدم تأجيل جميع مباريات الجولة 11 من الدوري الجزائري بسبب الحادث المميت الذي تعرض له نادي مولودية البيض. ونشرت مجموعة من الفرق الجزائرية وفي مقدمتها شبيبة القبائل واتحاد العاصمة وشباب الوزداد بيانات عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي تعزي فيها نادي مولودية البيض بعد وفاة عدد من أفراده في حادث المرور المميت.